لنتخيل معا هذا المشهد للحظة. في صباح يوم عادي تفتح كتب التاريخ لتقرأ أن الأجداد تم تحريرهم على يد جيوش قادمة من بعيد. جيوش جلبت النور، هكذا تقول الكتب، صح؟ بالضبط، الكتب تتحدث عن النور وعن فتح الأبواب المغلقة وحضارة عظيمة انتشلت شعوبا من الظلام. ولكن في الذاكرة العميقة لتلك الشعوب أو ما تبقى منها القصة مختلفة تماما. قصة عن لغة طمست. نعم، عن أجداد أجبروا على تغيير معتقداتهم تحت تهديد السيف، وعن ضرائب باهظة دفعت فقط لشراء الحق في البقاء على قيد الحياة في أراضيهم الخاصة. اليوم في هذا الغوص العميق نحن نطرح سؤالا غير مريح على الإطلاق. سؤال من كلمتين فقط: فتحاً أم غزوة؟ 100%. هذا التساؤل المزدوج هو جوهر مقال مكثف للكاتب جي مسعودي، والذي نغوص فيه اليوم. المقال يفكك سردية تاريخية شديدة الرسوخ ويضعنا أمام مرآة قاسية، تعكس التناقض بين ما نسميه فتوحات إسلامية وبين ما اختبرته الشعوب المغلوبة كغزو واحتلال. وقبل أن نغوص أعمق، من المهم جداً أن نضع إطاراً واضحاً لهذه الجولة التحليلية. أكيد، فضلي. نحن نتعامل مع نص يطرح قضايا تاريخية ودينية شديدة الحساسية. لذا، لنكون واضحين تماماً، نحن لا نتبنى أي موقف أيديولوجي هنا، ولا ننحاز لأي طرف، ولا نصادق بالضرورة على آراء الكاتب. بالضبط. مهمتنا تقتصر على النقل المحايد واستكشاف الأفكار كما وردت في النص الأصلي. هدفنا هو تحليل التمييز بين الفتح والتوسع، وتحديداً من وجهة نظر الشعوب المغلوبة. طيب، دعونا نوضح هذا. الكاتب يبدأ من نقطة انطلاق صادمة نوعاً ما، وهي وجود شرخ جذري بين النص التأسيسي للدين وبين التطبيق التاريخي الفعلي. هو يضعنا أمام مفارقة غريبة جداً. من جهة لدينا مفهوم الجهاد الهجومي الذي يهدف لنشر الإسلام بالسيف قديماً، نعم، وبالبندقية حديثاً لتوسيع رقعة الدولة. ومن جهة أخرى لدينا النص القرآني الصريح الذي يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. واو، التناقض واضح. كيف يمكن التوفيق بين نشر الدين بالسيف وبين نص يقول لا إكراه؟ الكاتب يرى أن هذا ليس مجرد اختلاف لفظي بسيط، بل هو تناقض يمتد لصلب البناء العقدي والتاريخي لهذه الحضارة. الأمر يشبه، لنفترض، وجود دستور حديث ينص على حقوق الإنسان المطلقة وحرية التعبير، بينما السياسة الخارجية تمارس نقيض ذلك تماماً. بالضبط، تمارس نقيض ذلك بقوة السلاح في الدول المجاورة. كيف يمكن لحضارة أن تستوعب هذا التناقض العميق في بنيتها؟ هذا يقودنا إلى كيفية ترجمة هذا التناقض عملياً على الأرض. الكاتب يطرح فكرة أن الغزو الذي يسمى فتحاً في الموروث كان في حقيقته منظومة إكراه مقننة. منظومة إكراه مقننة، هذا مصطلح ثقيل. كيف عملت هذه المنظومة؟ الأمم المغلوبة بمجرد دخول الجيوش أراضيها وضعت أمام 3 خيارات فقط. الخيار الأول: اعتناق الإسلام. طيب، وهذا يبدو كخيار روحي للوهلة الأولى. لكن الكاتب يقول إنه اعتناق دون اقتناع حقيقي. الخيار الثاني هو الخضوع لنظام الجزية. والخيار الثالث؟ القتل والاستئصال، السيف. طيب، لحظة، أريد أن ألعب دور محامي الشيطان هنا لثانية. تفضل. السردية التقليدية تقول إن خيار الجزية كان دليلاً على التسامح، أنت لست مسلماً؟ لا بأس، ادفع ضريبة مقابل حمايتك واحتفظ بدينك. أين الإكراه في دفع ضريبة عادية؟ ما يثير الاهتمام هنا هو أن الكاتب يفكك هذه الفكرة تماماً. الجزية لم تكن مجرد ضريبة مالية محايدة. حقاً؟ ماذا كانت إذن؟ كانت مرتبطة بمرتبة اجتماعية وقانونية تسمى الذمة الدونية. الذمة الدونية؟ نعم، دافع الجزية لم يكن مواطناً متساوياً. كانت تفرض عليه قيود في اللباس، في بناء دور العبادة، في ممارسة طقوسه علناً. الدولة لم تساوي بين المواطنين. فهمت. أنت تدفع المال لتشتري بقائك، لكنك تعيش كمواطن من الدرجة الثانية. بالضبط. ولذلك هذه الخيارات الثلاثة، الإسلام أو الجزية والذمة أو السيف، ليست في جوهرها خيارات حرة على الإطلاق.
هي ابتزاز. تماماً، هي أوجه متعددة لآلية إكراه واحدة، تتفاوت فقط في درجة العنف المادي. يعني السيف عنف مباشر والجزية عنف هيكلي أو مؤسسي. 100%. والنتيجة الحتمية المشتركة لها هي نفي حرية الضمير وانتزاع الإرادة الحرة من الإنسان المغلوب. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان الإكراه بهذا الوضوح، فما هو دور المفكرين والفقهاء في تلك العصور؟ يعني كيف برروا هذا التناقض بين نص لا إكراه في الدين وبين واقع خيارات الإكراه هذه؟ الفقه الإسلامي الكلاسيكي لم يقف مكتوف الأيدي، بل تدخل لإيجاد مخرج لاهوتي لهذه المعضلة السياسية. وكيف فعلوا ذلك؟ هل تجاهلوا الآية؟ لا، لم يتجاهلوها، لكنهم لم يعاملوها كمبدأ مطلق يحكم العلاقة مع الآخر، بل حاصروها بتأويلات فقهية معقدة. تأويلات مثل ماذا؟ الاتجاه الأول قال بنسخها. النسخ؟ يعني إلغاء حكمها؟ نعم، قالوا إنها نسخت بآيات القتال التي نزلت لاحقاً مثل آية السيف. واو، هذا حل جذري. نلغي الآية السلمية لتبرير التوسع العسكري؟ لكن هناك اتجاه فقهي آخر، ربما يكون أكثر خطورة. زعموا أن الآية تمنع الإكراه على الإقرار الباطني فقط. الإقرار الباطني، تقصدين ما في القلب؟ بالضبط. قالوا لا يمكننا إجبار قلبك على الإيمان، هذا صحيح، ولكن يمكن إخضاع السلوك الظاهر قسراً. يا إلهي، يعني الدولة تقول لك لا يهمني بماذا تؤمن في قلبك، المهم أن تصلي وتصوم وتنصاع لطقوسنا ظاهرياً تحت التهديد؟ هذا هو المخرج الفقهي الذي تم استخدامه. لكن هذا يطرح تساؤلاً جوهرياً. عندما يتم الفصل بين إيمان الشخص الداخلي وسلوكه الخارجي، ألا يتحول الدين بذلك من تجربة روحية خالصة وحرة إلى مجرد هوية اجتماعية مفروضة تدار بأدوات السلطة؟ هذا هو لب الموضوع. الدين يصبح أداة سياسية بامتياز. الانصياع الخارجي يصبح دليلاً على الولاء السياسي للإمبراطورية التوسعية، وليس بالضرورة دليلاً على الخلاص الروحي. طيب، إذا ربطنا هذا أو بالأحرى، دعنا ننتقل الآن إلى بؤرة التركيز الأساسية في هذا التحليل، منظور الشعوب المغلوبة نفسها. يعم، الأثر الأنثروبولوجي المدمر على الطرف الآخر من المعادلة. كيف اختبرت هذه الشعوب هذا التوسع؟ نحن تحدثنا عن سياسات الغزاة وتنظير الفقهاء، لكن ماذا عن الناس على الأرض؟ المقال يشير إلى ظاهرة مهمة جداً يسميها الإسلام الشكلي. الإسلام الشكلي؟ دخلت شعوب بأكملها في الدين الجديد بشكل سطحي لتجنب دفع الجزية أو للهروب من مرتبة الدونية الاجتماعية. وهذا طبيعي جدا كغريزة بقاء. أي إنسان سيفعل ذلك لحماية عائلته ومكانته. لكن الثمن كان باهظاً. تآكلت الهويات الثقافية واللغوية لهذه الشعوب قسراً، لغات بأكملها تراجعت أو اندثرت. يعني من منظور هذه الأمم، مصطلح الفتح الذي يوحي بالخير والتنوير هو في الحقيقة مرادف دقيق للاحتلال والإخضاع الحضاري. تماماً. هم لم يروا أبواباً تفتح، بل رأوا هوية تمحى. الإشكالية هنا ليست لاهوتية فقط، بل سياسية وأنثروبولوجية. كيف ذلك؟ أعني كيف تتشكل هوية جماعية لشعب ما بناء على تحويل ديني تم تحت ظلال السيف، ثم تأتي الأجيال اللاحقة وتتوارثه وتعتبره ينبوع انتمائها الأصيل. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، يجب أن نتذكر دائماً أن التاريخ يكتب بأقلام المنتصرين. 100%. الذئب الأكبر في هذه الرواية التاريخية الكبرى هو صوت الأمم المغلوبة التي لم تسجل روايتها. السردية الرسمية ركزت على بطولات الجيوش الممتدة وتجاهلت تماماً الألم والانسلاخ الثقافي الذي عاشته المجتمعات المحلية. والاستكانة لهذه الرواية الرسمية للمنتصر تمحو معماراً كاملاً من الذاكرة الإنسانية. نحن ننسى أو نتناسى أن هناك ثقافات سحقت لتسود ثقافة أخرى. وهذا بالضبط ما يدفع المقال للمطالبة بإعادة التقييم. إذن ماذا يعني كل هذا؟ إلى ماذا يدعو الكاتب جي مسعودي في النهاية؟ المقال لا يدعو فقط لمراجعة فقهية للتراث لتصحيح هذه المفاهيم، بل هناك هدف أعمق. نعم،
هو يطرح ضرورة ملحة لإعادة قراءة التاريخ الإسلامي بأكمله من خارج إطار التقديس الأيديولوجي. يجب فصل التاريخ كأحداث سياسية وبشرية وتوسعية عن النص المقدس النقي. واستعادة أصوات الأمم المنسية التي سحقت روايتها تحت حوافر خيل المنتصرين. تماماً، هذا الفهم النقدي يحررنا من عبء الدفاع عن أخطاء سياسية ارتكبت في الماضي باسم الدين. وهذا مهم جدا لأي شخص يسعى لفهم كيفية تشكل التاريخ. أهمية التفكير النقدي في مواجهة السرديات التاريخية الكبرى التي تقدم لنا دائما كحقائق مطلقة لا تقبل الجدل. التاريخ المكتوب ليس حقيقة مطلقة، هو وجهة نظر من انتصر. وهذا يتركنا بصراحة أمام فكرة استفزازية جدا أود أن أختم بها. تفضل، شاركنا. إذا كان التاريخ بالفعل يكتبه المنتصرون، وإذا كانت الهويات الأصيلة التي نراها اليوم قد ولدت من رحم الإكراه التاريخي وخيارات السيف قبل قرون، فما هو حجم هذا التأثير اليوم؟ بالضبط. كم يبلغ حجم التراث الثقافي والهويتي الذي تعتبره المجتمعات المعاصرة حول العالم اليوم إرثاً مقدساً أصيلاً، بينما هو في حقيقته ليس سوى الصدى المتبقي لغزو قديم وناجح تم تطبيعه بمرور الزمن؟ سؤال عميق ويدعو للكثير من التأمل والمراجعة. نعم، هل هويتنا الحالية هي حقاً امتداد أصيل، أم هي مجرد تركة لانتصار شخص آخر في الماضي السحيق؟ سؤال نتركه مفتوحاً للبحث والتفكير. شكراً لكم على مرافقتنا في هذا الغوص العميق في زوايا التاريخ المنسية.